صديقي عشان ما نتعبش بعضينا ونقعد نشرح كتير، لو حضرتك زملكاوي بالتحديد زملكاوي جديد ما تتفرجش على الفيديو عشان تسهل على نفسك، عشان عارف ان احنا هنخش في نقاش وجدل في الفيديوهات اللي زي دي. وهلاقي ناس كاتبه لي ايه ده، طبعا من نوع الزملكاوي القديم. انا كنت بحترمك واتصدمت فيك، قال يعني انا طالع اشتم مثلا في الزمالك وفاهم. انت كنت بتحلل فني، طب كويس، ايه اللي دخلك في الحاجات دي؟ مفيش حاجه اسمها كده، عشان نكون بنتكلم عقل ومنطق. النادي بتاعي نفسه انا ساعات بوجه له بعض النقد، وانا اساسا انسان اكيد بيغلط، وانت بتغلط، والاهلي بيغلط، والزمالك بيغلط. فلما بنشوف حاجات مستفزه في الكوره عموما اكيد لازم بنتكلم، اكيد بنتكلم. فبلاش تحسسني ان انا ايه، طالع مثلا ماسك كرباج وبسلخ في الزمالك وجمهوره وناديه وادارته. لا يا معلم، اللي احنا بنشوفه ده عبث. فحضرتك الله يخليك، لو انسان زملكاوي استاذنك مخك تفتحه معايا شويه بعد اذنك، ان كنت حابب تتفرج. انا سهلتها عليك اهو من الاول، قلت لك ممكن من غير ما نخش في جدال مش هيتفهم، انما ناوي تسمع للاخر وناوي تفهم، وحضرتك زملكاوي فيلا يا معلم خليك معايا واسمع وحط الكلام في دماغك، وقول لي اللي منزله نادي الزمالك ده ايه يعني. شوف يا معلم، كابتن حسين لبيب قلتها على الفيسبوك وبعدها لك تاني، قالها كده زمان، قال لك لو المركب فيها خرم فانا اعرف ادورها. والعبد الفقير الى الله اللي متابعه من زمان قال لك مرتضى منصور مشي وجي واحد اسوأ منه. وتقال لي ليه وليه متوقع. وشوف انا دايما من الناس اللي ما بتحبش كلمه ايه، الاهلي هيكسب. ليه يا اسلام؟ هو كده الاهلي هيكسب. طب الزمالك هيعمل ايه؟ الزمالك هيخسر او الزمالك هيكسب. طب ليه؟ هو كده. مفيش حاجه اسمها في الكلام ده هو كده. كل حاجه عندي ليها اسباب. فتلاقيني بقول لك الاهلي هيكسب عشان، او متوقع انه يكسب عشان 1 2 3 4 5، ومع ذلك ممكن يخسر لان الكوره كده فاهم. انما حتى لو هنتكلم في توقعات، في توقعات فنيه ملهاش علاقه بالمشاكل والاثاره، اثاره الجدل بره الملعب، لازم يكون في اسباب. انما ليه قلت لك ان الراجل ده هيفشل؟ بسبب اسلوبه. راجل طلع مع لميس الحديدي فاهم اغلبيه جمهور الكوره بتاع الزمالك بالتحديد، التعصب الاعمى. ما تسخنيش بقى مدام لميس، وخد بالك ممكن يجيب واحد من الاهلي. تجيب مين من الاهلي؟ بالله عليك يا صديقي الزملكاوي، لو انت ابنك كبر تبقى منافق. لو قلت لي طب نلعب في الزمالك بالوضع اللي عندك ده تبقى منافق، بديها لك تاني، منافق وكذاب. يا اما انت راجل اللهم احفظنا معتوه، لما تكون شايف الاثنين دول قدامك، الانتماء شيء ومستقبل ابني شيء تاني. ما فيهاش كلام. شايف نادي فيه مشاكل وعدم استقرار، وابني مش هيقبض فلوس وهيطلعوه حرامي ولو اتوفى زي اجوجو هياكلوا ماله وهياكلوا مال اليتامى. انما اروح اشوف الناحيه الثانيه النادي الاهلي، الناس بتقبض في مواعيدها، بطولات، سي في، تاريخ، بيخلص شغل بيشتغل، ولو اتوفى ولو مشي من النادي، النادي ما بينساش. وزي ما سمعت كده من احمد عادل عبد المنعم ولاعيبه كتيره مشيت، الاهلي جداني حقي وقال لي كان ليك مكافآت وشاركت معانا يوم في الشهر الفلاني فهتاخد مرتبك بالكامل بتاع الشهر دوت، لان ده حقك. وتقول لي خلي ابني يلعب في الزمالك، لا مش هيلعب في الاهلي، انت راجل كذاب. ده الصراحه. او زي ما قلت لك بقى، الدماغ سايحه، الله يعينك ويشفيك. ده مستقبل ابنك، ممكن تحدد انت عن نفسك اللي كان من ابن بتتمنى له الافضل والاحسن، فده الشيء الطبيعي. فحضرتك مين كان هيسيب النادي الاهلي في الاوضاع اللي انت كنت جاي فيها كمان ويجي نادي الزمالك؟ رئيس نادي حب بس يثير البلبله. فطبعا جمهور الاهلي الشيء الطبيعي طلع رد عليه في المدرج وقام قايل له ايه، حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب. شيء طبيعي من جمهور مدرج. فيجوا ولاد الحلال بقى اللي بيحبوا الزيطه والزمبليطه، يقوموا قاعدين في نادي الزمالك ويوروا له ويصوروه هم بيوروا له، كابتن حسين بص جمهور الاهلي بيقول لك ايه، حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب، وسمع الهتاف اللي اتقال. يقوم هو عامل ايه طبعا عشان راجل فز وعقليه كبيره؟ طب هم قالوا كده، ويبص بقى للناس اللي حواليه، طب انا هوريهم ان نادي الزمالك ده نادي الرجوله. فلازم كان هنا اقول لك ان الراجل ده اسوء من مرتضى منصور. ده راجل جاي يهزر، مش جاي يدير كيان كبير. كلنا متفقين، الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، حتى المصري، وانا اهلاوي بابا، كل الانديه واسوان وما اعرفش والترسانه، الانديه دي كيانات كبيره. انما انت بقى كشخص، شخص كبير بتصرفاتك، شخص عندك مبادئ واخلاق بتصرفاتك، مالهاش علاقه بالنادي. فده اللي خلاني اقول لك انه يطلع بعدها يقول لك ايه، انا هوريكم ان نادي الزمالك نادي الرجوله. مال نادي الزمالك بمال الرجوله؟ والجمهور اللي في مدرج اللي عمل الهتاف ده قال لك حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب. ما قالش زمالك 100 عقبه لو راجل خد لعيب، او زمالك يا لبيب لو راجل خد، قال لك حسين يا لبيب. بيقول لك انت لو راجل خد لعيب من الاهلي. نادي الزمالك نادي الرجوله. وهنا بدات تصير بلبله، وتطلع شويه عيال امعه زملكاويه مش فاهمه حاجه يقول لك ايه، احنا هنفرجكم مين نادي الزمالك، وهنعرفكم ان احنا نادي الرجوله والكرامه والوطنيه والكلام برضو بتاع مرتضى منصور فاهم. يا سيدي الانديه كلها عندها كرامه وعندها وطنيه، انت الناس اللي بتديرك عندها مشاكل. شوف يا صديقي البيان اللي نزل،
بس قبل ما اخش لك في البيان، وهم 3 نقط هنتكلم فيهم سريعا. بس انا عايز اسال سؤال لكابتن حسين لبيب، اللي وقف قبل كده قال لك ايه زي ما قلت لك، لو مركب فيها خرم انا اعرف اديرها، وقلتها لك على الفيسبوك. حضرتك كابتن حسين لبيب لو هنعتبره قبطان بيقود مركب، فانت بتقود النورماندي 2، ده كبيرك، تبقى قائد او قبطان عن النورماندي 2، زي الرئيس حنفي على سن ورمح. الرئيس حنفي انعم واكرم والباز افندي، شفت فيلم ابن حميدو؟ تبقى انت الرئيس ابن حميدو القبطان. شفت التقديمه بتاعت الولايه بتاعت ابن حميدو؟ كبيرك تركب المركب النورماندي 2. مركب ايه اللي فيها خرم ونيله ايه؟ ما انتم مغرقين الزمالك ومطلعين عينه ومطلعين مكفرين ايمان جمهوره. انهي مركب بتقودها بخرم؟ والبيان اللي انت منزله، طب في مره كابتن حسين لبيب تطلع ترد على المهندس او الاستاذ ممدوح عباس؟ بيطلع طرقع لكم نفر نفر، شويه تويتات بتنزل من ممدوح عباس سلغ، بيحط كل واحد عارف في قمع كده ويرميه. ما حدش يطلب مني فلوس تاني، ما عدتش اعمل لكم تاني، ما عدتش مش عارف اعمل. ذل وهوان. اللي من مره طلعت قلت مثلا انت بصفتك إيه بتعمل كذا، او لان عينكم مكسوره. لما يطلع يقول في احد التويتات ممدوح عباس ويقول له الكل اتراضى، الكل اترش عليه كذا مره في كذا تويته، ما حدش يقدر يفتح بقه، يبقى انتوا بتتراضوا، يبقى انتوا ترش عليكم. فحضرتك لو راجل بتحترم نفسك وذاتك والكيان الكبير اللي بتقوده او بتنتمي اليه، مش هتقبل بالاهانات ديت، فتطلع انت بقى تجيلنا. طيب نيجي للبيان سريعا وناخدهم ال3 نقط عشان تعرف الاعتراف. والله العظيم اعتراف منهم، بيان فاجر. ما ينزلش انسان عاقل بيان زي كده. ليه يا صاحبي؟ طيب اول حاجه الكلمتين اللي كتبوا ايه؟ تابع مجلس اداره نادي الزمالك بدهشه كبيره الحمله المبكره ضد التحكيم المصري والاعتراض المسبق على تشكيل لجنه الحكام، وبخصوص هذا الامر يود مجلس اداره نادي الزمالك توضيح عدد من النقاط للراي العام. اندهشت يعني، يا بجد اندهشت ان طبعا ده ردا على بيان الاهلي بتاع امبارح. عشان كده بقول لك في مره طلعوا يردوا على ممدوح عباس عشان ما تستغربش التشبيه. بيان الاهلي طبيعي على فكره. شوف تتفق معايا تختلف، ضربه جزاء محمود وفد فضيحه. احنا كاهلاويه، وانا احد الناس الاهلاويه، قلت لك فنيا ما نستاهلش حاجه، بس ده مش معناه ان انا اكون سيء فنيا فتاكل حقي. زي ما اتكلمنا عن ماتش مصر والارجنتين، احنا دفاعيا كنا زي الزفت. تتفق تختلف معايا براحتك، يبقى انت مش فاهم حاجه، صدقني. ما تزعلش مني، كلمك دغري. لو مش متفق معايا ان احنا عندنا مشاكل وكوارث دفاعيه، فحضرتك مش فاهم حاجه. انما احنا ما كناش نستاهل اللي حصل فينا. شفت فرق كبير. اتظلمنا، حصل ظلم. حمدي فتحي ضربه جزاء، فضيحه. صلاح ليه فاولين 3 على حدود 18 ونتيجه 1-0 لينا. اديني حق يا عم، اديني حق. وانا عشان عندي مشاكل دفاعيه، او حسام حسن كان سيستم الدفاع بتاعه سيء، فتقول لي والله انت اتغلبت ودخل فيك 3 جوان في 10 دقائق، الحكم ما احرزش فيك اهداف. يا عم انا عارف، ما قلتش لا، بس انا ليا حقوق خلال ال 90 دقيقه. امام عاشور واكل قلم وما حدش خد انذارات، يا هيثم حسن واخد كوع في صدره وما حدش خد انذار ولا طرد من القلم بتاع امام عاشور. فالله يبارك لك. انا فنيا كنادي اهلي السنه اللي فاتت ما استاهلش حاجه خالص. قدمت موسم فني واداري كارثي زي الزفت. شفت بتاع الصراحه. انما في حاجات، ضربه جزاء سيراميكا دي فضيحه. فعشان كده احنا بنسميه دوري محمود وفا. الماتش ده انا كنت كسبته، الموضوع كان اختلف كتير. ابسط الامور يا عم كنت العب دوري ابطال افريقيا. شفت ابسط الامور. فانا ما استاهلش برضه ان انا اخد مركز ثالث، انما خلاص ارتضينا. انما في اخطاء تحكيميه وفي كوارث، دي ما تنكرهاش. تتفق برضه تختلف، انت حر، دي بتاعتك. دي بقى اللي فيها وجهات نظر. انما في ماتش مصر عشان ما تستغربش، تفتكرش ان انا ما بتقبلش الراي الاخر، لا طبعا. بس لو انت شايف ان مصر ما عندهاش مشاكل دفاعيه، فحضرتك مع احترامي ليك مش فاهم حاجه. صدقني يا صاحبي بكلمك بكل الامان. انما احنا اتظلمنا وما ننكرش. فخلينا بقى ايه، سيبك من مصر والارجنتين، خلينا نيجي في البيان. اولا التهديد المبكر للحكام والاعتراض على بعض الاسماء واسترجاع حالات تحكيميه في الموسم الماضي بغرض التشكيك واثاره البلبله يعد امرا مرفوضا تماما، وبهدف الارهاب الحكام قبل بدايه الموسم كما جرت العاده في المواسم الاخيره. يا راجل يا محترم يا كمل، كما جرت العاده في المواسم الاخيره. يعني الاهلي كل موسم بيعمل كده؟ الاهلي ساعات بيشتكي التصريحات بتاعت عصام عبد الفتاح كارثيه فضيحه. طب اسالك انت كزملكاوي، لجنه التحكيم الاسماء، ما استغربتش ان عصام عبد الفتاح رئيس اللجنه وجمال الغندور نائب المونديالي؟ جمال الغندور في يوم من الايام كان رئيس لجنه التحكيم، وعصام عبد الفتاح ده كان لسه حكم. يقبل بالوضع ان هو يبقى نائب الرئيس؟ عارف ليه؟ عشان ابنه وابن اخوه داخلين القائمه الدوليه، فهو مضطر يقبل بالوضع عشان ياخدوا الشاره الدوليه. بس طبعا انت مش هتعترف بده. انت متخيل يعني ايه معلم حتى في شغلك كده؟ ما ينفعش تكون منصب كبير وحد يعمل لك داون جريد او ينزلك من المستوى بتاعك لحد تحت منك وتقبل بالوضع. اوعى، الارزاق بتاعت ربنا، ما تهنش نفسك. فهو قبل بالوضع ده عشان خاطر ابنه وابن اخوه. المهم
الضحك. ثانيا، تاني نقطة قبل الأخيرة بقى عشان نقفل. من غير المقبول التشكيك في نزاهة التحكيم المصري وكافة عناصر المنظومة وكافة عناصر منظومة كرة القدم المصرية. أقف هنا بقى. ده اعتراف رسمي. صاحبي انتوا مين؟ هنا بخاطب الزملكاوي. انتوا مين اللي يكتب الكوبليه ده؟ هل انسان واعي؟ انتوا طول عمركم في قنوات الزمالك من ساعه ما اتعملت القناه اللي ما يعلم بها الا ربنا، من ايام مرتضى منصور لحد اخوك حسين لبيب، بيتقال ايه 12 حلال 14. برضه نسيت على فيديو الفيسبوك وغلطت نفس الغلطه. المهم 14 دوري انا فاكره عشان رقم حازم امام كان رقم 14. انت متخيل انا معلم عدد دورياتك بايه؟ بتيشرت حازم امام. متخيل؟ المهم 14 دوري حلال احسن من 45 حرام. ما نسال الناس وصدعنا بالكلام بتاعك. بنكسب بعقانه يا صبري، بنكسب بشقانه يا صبري، بنكسب بشقانه يا شيكا. وشيكا يعمل كده ويطلع مع عمرو اديب يقول له لو مشيت كوره هنكسب اي حاجه، لو مش الكوره انما احنا بنكسب بعرقنا. طبعا كل الكلام ده كان على الدوري المحلي لو تفتكر، وشيكابالا كان بيتكلم الكلمتين دول على الدوري. طيب في افريقيا التكييف شغال في بطولات افريقيا، سواء الكونفدراليه اللي خسرتها السنه دي او الاهم بقى دوري ابطال افريقيا. عشان انت الكونفدراليه شاركت فيها 3 مرات خدتها مرتين، ف تقريبا يعني لو غلطت تبقى لا تقريبا لا يا عم 3 مرات ايه ده؟ انت خارج السنه اللي فاتت من ستيلنبوش لا شاركت كتير لا مؤاخذه. سوري انا اللي نسيت. ده انت بقالك في فتره كبيره بتشارك كونفدراليه. سقطت خالص. المهم يا معلم خدتها مرتين برضو في فتره صغيره. فهل الطبيعي انك في دوري ابطال افريقيا، دي معلومه مؤكده مش بهبد عليك او بحفل عليك، نادي الزمالك هو النادي الاكثر خروجا في تاريخ دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. من دور المجموعات انت النادي الاكثر خروجا من دوري ابطال افريقيا. حلو. طيب عشان كده لما بنيجي نهزر ونحفل وده شيء طبيعي في الكوره، بنقول عليك الكومبارس. عارف يعني ايه كومبارس؟ يبقى راجل دوره صغير. تعريف الكومبارس بقى العادي بدون تحفيل، انا الفيديو ده بتكلم فيه جد مش بنهزر. فبدون تحفيل الكومبارس بيبقى راجل بياخد دور ثانوي او دور صغير في فيلم او مسلسل ايا كان او مسرحيه. المهم ده لقب بيتسمى على الدور الصغير. فعشان كده جمهور الاهلي سماك كومبارس لانك بتخرج من دور المجموعات ولانك بتاخد مركز تاني دايما، بس تيجي المركز التاني يا سيدي في الدوري دور المجموعات. يعني من الاخر بالبلدي انت ضيف خفيف في دوري ابطال افريقيا. اللي بتشتكي من التحكيم وتقول بنكسب بشقانا صبري وبعرقنا وشيكابالا يطلع يعمل كده. وافريقيا طيب برضو تحكيم مجاملات. طب تفتكر الفضيحه بتاعت فاروق جعفر اللي قال لك احنا كنا بناخد افريقيا زمان بالتحكيم والحكم يجي يقول لنا ضربه جزاء ولا طرد وناخده نوديه بورسعيد ونطلعه السوق الحره يعمل شوبنج ويسوي؟ سمعت مره حد من عندنا بيقول لك البقين دول هتخش لي في عادل هيكل. خليه بقى يطلع عادل هيكل ده بقى واسمع الكلام اللي كان بيقوله عادل هيكل واسمع الكلام اللي كان بيقوله اخونا او كابتن فاروق جعفر اخونا الكبير طبعا. شتان الفرق. فانت بتشتكي من التحكيم وبتقول 14 حلال احسن من 45 حرام، ده كلامك على الدوري المصري. فانت هنا بتشتكي من التحكيم المصري انه ظلمك والنادي الاهلي بياخد ال 45 دوري. طب انت دلوقتي من غير المقبول التشكيك في نزاهه التحكيم المصري وكافه عناصر منظومه كره القدم. ايه يا معلم يعني 45 بتوع دوري حلال؟ طب الحمد لله ما نسمعكش بتصيح. النقطه الاخيره بقى الختام، القذاره في ابهى صورها. اسمع يا معلم. ثالثا يثمن مجلس اداره نادي الزمالك جهود مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه المهندس هاني ابو ريده في تطوير منظومه كره القدم واستثمار نجاح المشاركه الموندياليه المتميزه لمنتخبنا الوطني الاول في كاس العالم الاخيره. طبعا ده بيتقال لك انه نتاج لهاني ابو ريده. هاني ابو ريده اللي كان موجود في 2019 وعمل فضيحه اجيري. فاكر فضيحه اجيري اللي كان معمول له عقد ب 110 ويقبض 50؟ فاكر؟ فطبعا ده مش عشان نظام كاس العالم الجديد حلو وبيصعد منه 48 منتخب، لا عشان هاني ابو ريده كان هايل. طيب مش عشان مجموعتنا برضو كانت لحد ما منطقيه، وحسام حسن برضو قدم جزء كويس ما نقدرش ننكره ونقول للراجل شابوه يعني كتر خيرك على اللي قدمته واتطور عن بطوله افريقيا كتير الحق اتقال. لا هو هاني ابو ريده ماشي. كما يثني مجلس اداره نادي الزمالك. ده الحته الثالثه الاخيره برضو بقيه اللي لسه قايله لك. وركز بقى في السطر الاخير فضيحه بتاعت اللي هم قصدوها بتاعت زيزو عشان تعرف ان انت بتتعامل مع ناس مش جهله، بتتعامل مع ناس معتوهه. والله العظيم يا ابني بتتعامل مع ناس مختله عقليا. اللي هيصدق الكلام اللي جاي له يقول لك ده انسان مختل عقليا. كما يثني مجلس اداره نادي الزمالك كما يثني مجلس اداره الزمالك على حرص رئيس الاتحاد على انصاف النادي. عشان هنا بريده قال نادي الزمالك ما حدش بيدفع زيه مليونيات. قمه الفجر والله العظيم. واعلانه امام الوسط الرياضي ان جميع عقود لاعبي الزمالك صحيحه، ويناشد اتحاد الكره والجهات المعنيه بالكشف عن مدى صحه عقود لاعبي بقيه الانديه من اجل توضيح الحقيقه امام الجميع.
طيب طبعا انت اظن فهمت ده بيشير لايه. ده بيشير للكلام اللي بنسمعه كتير، اشاعه زيزو، ان عقد زيزو معمول ب 5 مليون جنيه وهو بيقبض 190 مليون جنيه، 180 مليون جنيه، 170 مليون جنيه، امضي اشول. لو حضرتك مصدق الكلام ده، انا قلت لك قبل كده انا راجل ديمقراطي وبقبل وجهه نظر الاخر، فانت انسان يعني حر في وجهه نظرك المعتوهه، انت راجل معتوه. والله يا معلم لا شفت لا حد علمك، لا حد دخلك مدارس حتى ابا تسجح، انت ما فيش خالص صاحبي والله. انت لو السطرين دول متساق ورا الناس اللي بتقوله، ورا رئيس نادي زي نادي الزمالك ومجلس ادارته والكلام اللي بيطلع عندك في اعلامك ان عايزين نشوف بقيه عقود اللعيبه، فانت مصدق ان الاهلي عامل لزيزو عقد ب 5 مليون جنيه وهو بيقبض 160، فانت انسان معتوه يا صاحبي. والله انت خطر على الناس. انت لو دي عقليتك انت هتشتغل ازاي؟ هتفتح بيت ازاي؟ هتعامل زوجه واولاد ازاي؟ ولو حضرتك بنت هتشتغل ازاي وتخلصي الدراسه ازاي لو لسه بتدرسي؟ او لو خلصتي انت في شغلك عامله ايه؟ انت اكيد كومودينو، حضرتك او حضرتك انت اكيد كومودينو. انت لو مصدق الكلام ده فانت انسان كومودينو، والله بكلمك جد. شفت بقول لك ايه، عامله زي الكرسي ملوش لازمه. حضرتك انا بقى بحترمك عن الكرسي، انت راجل كومودينو. لو متخيل إن في نادي حكومي ممكن يعمل عقد العيد بكذا وهو بيقبضه كذا، يا ابني طب والحكومه يا ابني اللي بتراقب على النادي دوت، طب والحكومه يا ابني اللي بتقول للعيب دوت الضرايب، طبعا هتقول لي هنا ايه، ما هم عاملين له عقد ب 5 مليون واعلانات بكذا، ده برضه قانوني. واللي انت ما تعرفوش يا غبي ان ضرايب الاعلانات اعلى من ضرايب الراتب الاساسي بتاعك في اتحاد الكوره. يعني انت بمصلحتك لو بتقبض 100، 80 اعلانات و20 فلوس تخليهم 80 فلوس في اتحاد الكوره و20 اعلانات، ضريبه الاعلانات اعلى. فانت حاجه عزيزه بالله. انا مش عارف ازاي كتبوا الكلام دوت. عارف السبب في ايه؟ ان عندنا الناس بتسكت. عايزين نعرف بقيه الانديه. حاضر يلا اطلع، ما تطلع مهاني بريده، اطلع يلا ورينا بقيه عقود اللعيبه، ما تطلعوا عقود لعيبه النادي الاهلي وعرفنا الناس بتقبض ايه، وحطوا عقود الاعلانات، ما الاثنين عليهم ضرايب. انتوا مجانين يا ابني. انت عارف يعني ايه زيزو بياخد، او اي انسان في الدنيا بياخد 5 مليون او بياخد مليون، بياخد جنيه وحسابه بيخش فيه 10 و12 و15 جنيه؟ ومن اين لك هذا يا ابني؟ ومباحث الاموال العامه انتوا ازاي معاتيه كده يا جماعه؟ على فكره يا معلم اخوك ثقافته يعني برضو على قدي والله. تكون فاكر ان انا مثلا احمد زويل او مجدي يعقوب، لا انا ربنا انعم عليا مش عايز انكر نعمه ربنا، بس برضه عايز اوصل لك ان انا شبهك يعني. ما تكونش فاكر ان انا دارس بره وجوه اللي ما حدش درسه، عندي العلم بتاع مجدي يعقوب او عندي العلم بتاع احمد زويل. لا 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 خالص، انا زيك. فلو انت مصدق الكلام ده فحضرتك بقى اللي مش زيي، انت هنا اللي معتوه. ممكن تكلمني برايفت والله العظيم ما بهرج، قول لي يا اسلام انا مصدق الكلام ده وكلمني برايفت، هطبطب انا عليك واحتويك، هتقعد معايا ساعتين هنضف لك دماغك. اصل انا مش مدرك ان الكلام ده كنت بسمعه زيك في الاعلام وفي صفحات الهبيده والعيال الرخيصه اللي بتقدم اي محتوى شط نار عشان يجذبوا الناس. فانا فاهم ده عيل زملكاوي عايز كلمه الريتش، فزيزو بياخد 5 مليون وهو بيقبض 180 مليون على العبيط. فانا ما كنتش عامل عقلي بالناس ديت. انما ينزل في بيان رسمي لنادي الزمالك، انت كيان كبير يا ابني ما نقدرش ننكر. سيب بقى من الكلام اللي بنقوله اهلي وزمالك، زي ما قلت لك كل الانديه في مصر اللي معروفه الجماهيريه كيانات كبيره. تخيل كيان كبير بيديروا ناس يلقحوا ان في لعيب في مصر في نادي حكومي بياخد 5 وهو بياخد، او بياخد باريزه وهو بياخد جنيه. ايه التخلف دوت؟ لو انت مع الناس دي والله العظيم بحلف لك بالله كلمني برايفت، ابعت لي على الانستجرام وقول لي عايز اتناقش معاك في الموضوع، انا هتصل بيك ونقعد نتناقش، ولو قريب مني هجي لك اقول لك تعالى لي، مش هكدب عليك بقى عشان يبقى الحلفين في مكانه. اقول لك تعالى لي نقعد شويه على القهوه مع بعض ونشرب حاجه افوقك من الغيبوبه اللي انت فيها، ده انت ضايع عشان الحقك والله العظيم اخد فيك ثواب. لو مقتنع بالكلام ده انا اخوك متبرع من وقتي بساعه، مش هتاخد معايا ساعه. هعرفك ان انت الدنيا عندك سايحه ومحتاج تفوق. ملعون الاهلي على الزمالك اللي يعملوا فيك كده. لا لو الكره هتعمل فيك كده بيتك يا ابني وناسك اولى. صديقي الاهلاوي العزيز اديك بتشوف وتتفرج، والزملكاوي العاقل يبقى قول لي ايه رايك في الموضوع دوت عشان ما نتعبش نفسينا. ما علينا صديقي، مش عايز اطول عليك اكتر من كده، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.